بعد حضرتك شمهندسين ما خلصنا الجزء الخاص بالبايب اكسسوارز، عايزين نخش بقى على اخواتنا في كهرباء ازاي نبدا نظبط لهم السكادول الخاصه بيهم. فهنبدا اول حاجه بالكيبل تري، ازاي اقدر اعمل التيبلز او السكادولز الخاصه بالكيبل تري. رايت كليك من هنا هقول له نيو سكادول زي ما احنا متعودين. هختار من هنا حرف السي عشان اروح على حرف السي، اروح على الكيبل تري. هديله هنا ترقيم ده تبع الباور، فانا هقول له من هنا ده كده 1600 1601 كيبل تري فيتنج بالشكل اللي قدامنا ده كده. حطيت الكيبل تري اللي انا عايزه منه زي ما احنا عارفين، هروح على السيستم وبعد كده السيستم سيرفيس تايب مهم جدا بالشكل اللي قدامنا ده كده عشان نعرف ده خاص بالباور او ايه بالظبط يعني. فالسيستم عندنا هو باور والسيرفيس تايب هو ايه باور برضو. هختار فاميلي اند تايب بالشكل اللي قدامنا ده كده. ادي الكيبل تري طبعا يعني الفكره ان احنا مش كلهم يعني انا كنت بعمل سريعا عشان كده، حتى دي ميزه برضو السكادول ان انت تقدر تدخل كل حاجه من هنا لو انت ناسيها يعني. احنا بس شرحنا على مثال وما كملناش الباقي يعني. فانا هقدر اخد ده كنترول سي احطه بقى كنترول في بالشكل ده كنترول في وهكذا يعني. فده ادي الكيبل تري الموجود عندنا، ده الفاميلي اند تايب، ده الكيبل تري. انا بحتاج ايه في الكيبل تري؟ بحتاج اولا السايز بتاعه، السايز بتاعه. بحتاج اهم شيء عندنا اللينس بالشكل ده وبقول له اوكي. فبدا يجيب لي السايز بتاع الكيبل تري ده كام والطول بتاعه كام. زي ما احنا متفقين بحتاج اعمل هنا الكوانتيتي عشان خاطر لما اجي الجزء الخاص بمتابعه المشروع والكلام ده كله اللي هنتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه. ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن اللينس. هو نفس الكلام، اختار الداله اللي هي اللي اسمها اللينس لان هو ده الكوانتيتي اللي احنا بنتكلم عنه، والداله الخاصه باليونت بالشكل ده ونوعها تكست بالشكل ده، وهحطها بين دبل كوتيشن وده عباره عن بالمتر بالشكل ده كده يا باشمهندسين واقول له اوكي. يعني خطوات يعني تقريبا عمالين نعيد فيها. هرجع من هنا اشيل دي واخليها بالمتر اقرب على 200 او 3 زي ما تحب، اللي هي 2 والوحدات عندي بالمتر بالشكل ده. يبقى انا كده عرفت الكيبل تري الموجود عندي. ادي الكيبل تري، الابعاد السايز بتاعته، الاطوال الموجود عندي. ممكن احسب بقى الطول التوتال. هروح هنا على الفورماتنج، اروح على اللينس اقول له كالكوليت توتال، وهنا برضو في الكوانتيتي اقول له كالكوليت تيتر. خلاص هو بدا الراجل ما ظهرش عشان انا ايه جيت هنا ما عملتليش حاجه اسمها جراند توتال. اقول له توتال اونلي، انا عايز التوتال اونلي بالشكل اللي قدامنا ده كده. يبقى انا عندي حوالي 43 متر من الكيبل تري اللي انا محتاجه. طيب بالنسبه للفيتنج هاجي من هنا برضو نفس الكلام، رايت كليك اقول نيو، هرجع على الحرف السي، هروح على الكيبل تري فيتنج من هنا. ادي الكيبل تري فيتنج هديله احنا قلنا 1610 بالشكل ده كيبل تري فيتنج سكيدول. هبص نفس الكلام حرف الاس عشان اضيف السيستم، هضيف السيرفيس تايب مهم جدا عندي، فاميلي اند تايب من هنا كده. بس هلاقي عندي فيه مشكله طبعا هنا ما اقدرش اطلع الجزء الخاص بال، ممكن بقى اضيف هنا باور بالشكل ده بالشكل ده. طبعا عشان كنا بناخد الاجزاء الاخيره دي سريعا فما عملناش على طول. باور، انا اسف، باور بالشكل ده. وهنا برضو ايه ابدا اخد الشغل عندنا بالشكل ده. طيب الباقي كله نفس الكلام. محتاج هنا يا باشمهندسين اللينس والسايز. محتاج من هنا كده اقدر ان انا اضيف في الفيلد هنا عندي اللينس او نجيب السايز من هنا كده ونضيف اللينس بالشكل ده كده. تعالوا نجيب حرف ال اللينس مش موجود عندنا بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف السايز. الراجل جاب لي هنا ده السايز بالشكل ده. انا عايز افصله، عايز اخد اول جزئيه اللي هو 30 في 30 زي ما احنا عملنا قبل كده مع البايبنج والكلام ده كله. طيب هروح على قائمه مانج، هقول له من هنا الشيرد بارامتر، هعمل من هنا نيو جروب واسميه هنا كده كيبل تري فيتنج بالشكل ده. هضيف حاجتين مهمين، هقول له من هنا كيبل تري، احاول ممكن اشيل الكابس لوك واكتب ايه اول حرف دايما كابيتال، تري بالشكل ده، كيبل تري لينس بالشكل ده، كيبل تري لينس، والنوع بتاعه ايه يكون لينس بالشكل اللي قدامنا ده كده. اقول له اوكي. وبرده كده هدي اجي من هنا كيبل تري سايز بالشكل ده، والنوع بتاعه عباره عن تكست وهنفهم ليه. هاجي من هنا من مانج بروجكت بارامتر، هضيف من هنا البروجكت بارامتر اللي احنا لسه ضايفينهم تبع الكيبل تري اهم. اقول له الكيبل تري لينس واختار من هنا ان ده كيبل تري فيتنج اهو انستنس، اقول له اوكي اوكي اد شيرد بارامتر. هضيف بقى الكيبل تري سايز ده برضو هنا تبع الكيبل تري فيتنج
بالشكل ده. اوكي اوكي بالشكل ده. هاجي هنا على التيبل بتاعنا، اقدر اضيف بقى من هنا الكيبل تري لينس والكيبل تري سايز بالشكل ده. فاضل بقى ان انا ايه، اجيبه ازاي. هروح هنا على الكيبل تري بتاعنا. على سبيل المثال عندي الفيتنج في هنا حاجة غلط، او انا حذفت حاجة ممكن. دي عشان خاطر ما ضفتهاش تبع الفلتر. في هنا الفلتر اللي انا كنت عاملهم، فانا ما ضفتهمش تبع الفلتر، عشان كده ايه طاروا. اللي هي الحاجات اللي احنا عملناها هنا دي ضفتها في فلتر تاني. فده مثلا الكيبل تري هنا الموجود عندنا، الجزء الموجود هنا ضفته في جزء تاني، فمش ظاهر عندنا. نحاول نظهر تبع الباور كده، نشوف تبع الباور زي ما حضراتكم شفتوا كده. اقول من هنا كده اديت فاميلي بالشكل ده كده يا باشمهندسين. بروح على الراجل المحترم ده، هضيف من هنا زي ما احنا قلنا البارامتر اللي هو اسمه الكيبل تري لينس، عشان اجيب اللينس بتاعنا انستنس. كل اللي عليا ده عباره عن السنتر تو اند، اللي هو السنتر تو اند مضروب في 2. بس اكتب نفس الطريقه بالظبط، سنتر تو اند في 2. خلاص كده الراجل جاب لي الجزئيه دي. ممكن اعمل له سيف، عشان مش كل بقى مشروع اقدر ايه، مش كل مشروع افضل ايه اتعب قلبي. فانا هختار من هنا الكيبل تري ده تبع الالكتريكال اهوت، باور او الكيبل تري اهو من هنا كده بالشكل ده. سيف اوكي. طيب مفيش مشكله، ماشي يا سيدي. اوكي. طب لود انتو بروجكت، نبقى نظبطها احنا بعدين. هتلاحظ ايه، ادي اللينس بدا يظهر عندك اهو بمنتهى السهوله. نفس الكلام بالنسبه للتي، تبدا تخش تعمل نفس الكلام، هيديك اللينس. فاضل بقى السايز. نخش على الداينامو عشان نتعلم بقى نفس اللي احنا عملناه. الكلام ده انا بقوله بسرعه لان مشروح بالتفصيل الممل في البايبنج، عشان كده بتكلم بسرعه. هاجي افتح من هنا اوبن. خلينا في اخر حاجه انا عملتها اللي هو البايب فيتنج بارامتر، اللي هو الداينامو سكريبت ده، هو اللي فايل سيف از. ده احنا عملناه برضو المره اللي فاتت. اسميه من هنا كده كيبل تري فيتنج بالشكل ده. كيبل تري فيتنج. هحذف بقى كل الكلام ده ديليت. هروح على هنا، دي بدل باي فيتنج هخليها كيبل تري فيتنج اهو، كيبل تري فيتنج بالشكل ده. هنا برضو السايز مظبوط. هنا برضو العلامه، انا عايز كل اللي انا بقوله يا باشمهندسين، عايز اخد اول جزئيه اللي هي دي كده، واشيل السيبريتور اللي هو الايه الداش اللي ما بينهم. عايز اخد يقرا لي اول جزء بس عندي. فمن هنا كده خلاص تمام. هنا كده هاخد اول واحد. كلمه مليمتر دي انا مش عايزها، لان ده مش ممكن اشيل دي. خلاص شيل لي ده، خلاص مش عايزك تضيفه لي. هنا كده البارامتر ده ما بقاش الجزئيه دي، بس خد بالك لازم تكتب نفس الكلام اللي هو ده، اللي هو الكيبل تري سايز. لازم تبقى نفس الكتابه بالظبط عشان ينزل مع البارامتر ده. انا اسف. هنا بالشكل ده اهو كيبل تري سايز. اعتقد كده كله تمام. تعالوا نجرب نعمل رن نشوف اللي هيتم. فين الكيبل تري سايز؟ طيب ايه اللي ناقص؟ احنا قلنا هنا الكيبل تري فيتنج ماشي. هنا الجزء الخاص بالسايز، تعالوا نشوف هي مكتوبه سايز ولا مكتوبه ايه. مكتوبه سايز ماشي تمام. element الكود بلوك سيبريتور ماشي حلو. list transpose get item دي الفاليو. الفاليو معلش انا اسف. list اللي هو get item، هو خلاص اصلا ما جابش فين الايتم اللي هو هياخد منه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فخلاص هنا ايه، جبنا الكيبل تري سايز بالشكل اللي قدامنا ده كده. فخلي هنا فوق هنا بالشكل ده زي ما احنا اتفقنا. فاضل الكوانتيتي، ودي عباره عن الكوانتيتي، ودي عباره عن زي ما احنا عارفين من هنا دي عباره عن اللينس. هي نفس الكيبل تري لينس بالشكل ده، وهي عباره عن لينس من هنا في الحاله دي تمام. هي دي الكوانتيتي. اليونت ودي عباره عن تكست هنا دي بالمتر الشكل ده اهو. هاجي على الفورماتنج كيبل تري لينس كوانتيتي كالكوليت توتال فوق سورتنج جراند توتال. انا عايز التوتال اونلي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده يا باشمهندسين. ده انا عايزه موديفاي. الفورمات انا عايزه لوحدها بالمتر، اقرب رقمين بالشكل ده. خلاص
الموضوع انتهى بالشكل اللي حضرتك شايفه. يبقى ده كده برضو ايه الجزء الخاص بالكيبل تري، وقدرنا ايه نتعلم ازاي اقدر اعمله بمنتهى السهوله عندنا كده يا باشمهندس.